ازيكم فنانين في قناة كتالوج الفن. نزلت لكم الفيديو التعريفي بتاع الكورس المجاني اللي هنزله هنا على اليوتيوب، ودي أول محاضرة من محاضرات الكورس ده. اتكلمت في الفيديو التعريفي عن عدد المحاضرات وعن تفاصيل الكورس نفسه والمحتوى بتاعه. كل حاجة تخص الكورس أنا اتكلمت عنها في الفيديو التعريفي. فيلا نبدأ في أول محاضرة. وأول حاجة هنبدأ بيها هي الأساسيات. بس قبل الأساسيات اللي ما ينفعش تستهون بيها، لازم أتكلم في الأدوات اللي المفروض تجيبها، أو الأدوات اللي هنشتغل بيها أو أنا كمان هشتغل بيها معاكو على مدار الكورس كله. طيب أولا أنا جبت 6 أقلام رصاص ب6 أنواع مختلفة ب6 درجات مختلفة، عشان أجرب لكم الأنواع دي كلها، وفي نفس الوقت أرشح لكم أنهي أحسن فيهم، وفي نفس الوقت أنت كمان هتشوف على الورقة أنهي نوع كويس فيهم. أول درجة ال HB، تاني درجة هي ال 2B، وده النوع أهو. دول كده أساسيين، لازم يكونوا أساسيين معانا. ممكن تجيب ما بينهم درجة البي، تمام، وده برضو نوعها فبريكاسل. ال3 درجات دول انت هتختار منهم يعني درجة تجيبها، ال4 بي وال6 بي وال8 بي، المهم يكون معاك درجة تقيلة. عايز تجيب ال6 أقلام براحتك، الأسعار مش غالية على فكرة، محدش يقولك حاجات الرسم غالية ومش هي ماشي، حاجات الرسم غالية بس في حاجات كويسة هتديلك نتيجة. يعني هقول لكم حاجة، قلم الفحم ده، ب15 جنيه، تمام، وجومة الفحم ب25 جنيه كنت جايبها. طيب يطلعوا ايه ال40 جنيه دول؟ يعني 25 و15 40، ال40 جنيه يعملوا دي، تمام. دي قلم واحد ب15 جنيه، جومة فحم بس. فما تخليش حد يقولك أدوات الرسم غالية، وعشان تكون فنان لازم بقى تجيب أدوات ومش عارف ايه. والرسمة دي هي مش من بعيد، يعني العنوان البتاع ده التاريخ عليها أهو، 20/9، لسه حرفيا الأسبوع ده. فحاجة زي دي حرفيا بأقل أدوات. فمحدش يقولك أنت عشان تبدأ لازم بقى يكون معاك فلوس ومش عارف ايه. يعني الأقلام الرصاص دي ب50 جنيه كلها على بعض، 49 جنيه بالظبط. هتجيب جومة عادية ب5 جنيه، أي جومة، تمام. قلم القطر ده عشان تبري بيه القلمة بالشكل ده، عشان ايه؟ عشان مفيش فنان بيستخدم براية، فانت لازم تبريهم انت بنفسك بالشكل ده. برضو قلم القطر ده ب15 جنيه أو ب20 جنيه حسب المكتبة اللي بتجيب منها. ودي قلمة التسييح، وآخر حاجة هنجيبها. بس يعني انت هيكون معاك 6 أقلام رصاص. طقم قلمة التسييح ده بيكون ب15، من 15 جنيه ل20 جنيه حسب المكتبة اللي بتجيب منها. بيكون 3 أقلام، واحد أصغر من ده وواحد أكبر من ده، 3 مقاسات هما. فقلمة التسييح و6 أقلام رصاص وجومة وقطر وأستيكة الفحم أو جومة الفحم وقلم الفحم، كل ده أنت ما كملتش يعني كلهم بالظبط 130 جنيه. وتقدر بتطلع بيهم كم حاجات هايلة، يعني بقى بالفحم بس أديك شفت لوحة، تمام. وبالرصاص احنا هنكمل الكورس كله. طيب انت دلوقتي اشتريت الأدوات كلها، المفروض انك هتمسك ال6 قلمة دول، وهتشوف درجتهم على الورقة عاملة ازاي، وهتشوف ايدك نفسها مع القلم والورقة عاملة ازاي، وسلاسة القلم ونعومته على الورقة. فهنجيب ال HB وهنعمل بيه كده، وتكتب درجة كل قلم تحتيه، بحيث انت تشوف الدرجة دي على الورق شكلها عامل ازاي. نجيب درجة البي والتوبي. لازم الحركة دي ما تستهونش بالأساسيات أو الحاجات اللي هقولها في البداية. دي مجرد بداية مش أكتر، فخليك بس نكمل واحدة واحدة. والمستوى اللي انت شفته ده في اللوحة، يعني ده المستوى اللي أنا حاليا وصلت له، فأنا مش هبخل عليك باللي يوصلك للمستوى ده. أنا عامل كورس أكتر من 30 محاضرة زي ما قلت بشكل مجاني على اليوتيوب. أكيد أنا مش هعمل كل ده عشان ما أوصلكش في الآخر للمستوى ده. أنت خليك ماشي معايا للآخر. ال4 بي، وهرشح لكم من القلمة دي نوع أو نوعين زي ما قلت، أو ما قلتش معرفش، بس أنا تقريبا قلت. متعصب ليه؟ أنا متعصب بجد عشان في ناس بتحبط يعني بني آدم عايز يرسم بحجة إن هو أدوات الرسم غالية، ويا ابني حرام عليكم. لا يا جدعان، يا جدعان، الموضوع بجد مستفز يعني.
إن تحبطوا بني آدم عايز يتعلم الرسم بحجة إن الأدوات غالية، وهي الكلام ده غلط تمامًا، يعني في أدوات غالية بس في نفس الوقت في أدوات رخيصة يعني ما الفكرة إن لو الأدوات الرخيصة ما بتطلّعش نتيجة عدلة كنت قُلت ماشي، بس ماشي يعني. طيب دي كده الدرجات بتاعتنا أهي، جرّبنا القلمة وكمان ممكن نجرّب معاهم الفحم يعني تشوفوا كده على الورق عامل إزاي. وبالمناسبة نسيت أقول لكم على نوع الفحم ده، هو القلم keep smiling نوعه keep smiling و الدرجة بتاعته soft، في soft وmedium وفي hard يعني الsoft الناعم والmedium الخشن لأ الmedium الوسط والتاني الخشن. طيب بعد ما عملنا الخطوة دي إحنا المطلوب مننا نعمل إيه؟ المطلوب مننا دلوقتي هو أهم حاجة في تاريخك الفني كله، الحاجة اللي أنا لحد الآن بالمستوى اللي شفتوه ده أنا لسه باعملها، وهافضل أعملها وهافضل أقول لأي حد بيتعلم الرسم إنه يعملها. هنقسم يعني مستطيل كده ل6 مربعات أو مربع ل9 مربعات أي حاجة، يعني الحاجات دي أنت كده كل مربع من دول أنت هتعمله في نص صفحة أو في صفحة على الأقل. وهي إنك هتبدأ تعمل التمارين اللي لازم إيدك تاخد عليها ولازم تطلع مظبوطة، واحدة واحدة هتبدأ إنك تظبط معاك إنك تعمل مثلا خطوط مستقيمة كده وتظبطها كأنها بالمسطرة. تمام أهو. ونفس الشيء هتعمل خطوط بالطول. تمام كده بقت أوضح. هنعمل خطوط مايلة كده وزيها العكس وتعملهم مظبوطين، يعني تحاول تخلي الشكل اللي يطلع في النص ده، يعني بص هتلاقي الصغننين دول مربعات كلها، ده معناه إن الخطوط بتاعتك مظبوطة أو متوازية. ورابع تمرين كده ده رقم 1 2 3، ودي كده أنت هتكون بتتقن إنك ترسم الخطوط صح ومظبوطة. رابع حاجة هتعملها وهي إنك هتقعد ترسم في أشكال هندسية، أي شكل يجي في دماغك ارسمه، شكل سداسي شكل سباعي شكل فضائي شكل أي حاجة، أي شكل يجي في دماغك اعمله، يعني شوف أي شكل أنت تتخيله اعمله في صفحة كاملة وافضل اعمل الأشكال دي كلها كتير. تمام. أهو هفضل أرسم أنا كمان معاكم التمارين دي لحد دلوقتي أنا كمان بعملها، يعني أنا دلوقتي أهو بمرن نفسي يعتبر يعني. طيب ده كده رابع تمرين. الخامس بقى وده مهم جدا، ده مش مجرد تمرين، ما اعتقدش انك شفته في حتة قبل كده، ما اعتقدش ان حد قاله قبل كده، ده من اختراعي انا شخصيا واختراع قناة كتالوج الفن اللي هي بتاعتي برضو. ف دلوقتي انت التمرين ده بيوسع مخك، يعني بيوسع مدى التخيل بتاع مخك، انت تخيل شكل في دماغك دلوقتي. تمام. وابدأ اعمل خطوط ترسم الشكل ده بس من غير ما ترسم الشكل، يعني ادي اهو. ده ايه؟ اكيد دايرة، لو وصلت دي هيطلع دايرة. طيب ده ايه؟ انا دلوقتي تخيلت شكل في دماغي وكأن الشكل ده مرسوم قدامي وانا بمشي عليه بخطوط كده. شايفين ده طلع ايه اهو؟ لو وصلناه هيطلع مربع او مستطيل. طيب نفس الشيء مثلث، نفس الشيء لو مثلا عايز ممكن بقى يعني التمارين دي انت مش هتكون بالسهولة دي يعني دلوقتي هي بالسهولة دي لكن فيما بعد هتخليك تتخيل شكل أو رسمة كاملة، يعني مثلا هتتخيل شكل بقى عربية بقرة، يعني أي حاجة عامة، أي حاجة صعبة أي حاجة معقدة فيها أكتر من تفصيلة. تمام. وهتبدأ إنك تمشي بالشكل ده، ده بيوسع المدى بتاع الخيال، يعني تخيل مخك بيوسع، إنك مخك بيتخيل حاجة وإيدك بتشتغل عليها. فالموضوع ده بجد عن تجربة هو بيوسع المدى بتاع تخيل مخك، وفي نفس الوقت فهو تمرين مهم جدا برضه، وده رقم 5. آخر تمرين هو إنك هتقعد تعمل في أقواس
وأقواس عكسها، وتعملهم متداخلين كده كأنهم حرف إكس مايل. تمام. شايفين أهي الأقواس دي أهي، حرف الإكس ده، دول برضو هتفضلوا تكرروهم كتير. وده كده سادس تمرين. كل محاضرة لمدة محاضرتين تقريبا أو 3 هيكون أولهم جزء بس تمارين زي دي. تمام. بحيث أنا حتى التمارين هبدأ معاك فيها مستويات ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وهكذا. تمام. ده كده يعتبر ليفل 1، ده الأساسيات اللي لازم في الأول تاخدها. ده ليفل 1، ده ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1. ده ثابت معانا في حياتك كلها. بس فده كده جزء التمارين المهم جدا 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 جدا. ونيجي لأهم جزء حرفيا في حياتك كلها، وهو التدريج بقلم واحد. وده أهم منك أنت شخص لأ سوري، يعني مفيش حاجة أهم منك واحد بيتفرج عليا، بس هو ده أهم مني، خلينا نقول أهم مني أنا شخصيا. هنعمل كده مستطيل برضو. ده قلم 2B. تمام. قلم اهو، قلم 2B، قلم 2B. طيب القلم ده أنا ينفع أطلع منه كام درجة؟ على الأقل أنا ممكن أطلع منه 7 درجات 8 درجات. أنت ممكن كإيدك لسه بتاخد على الرسم هيطلع 4 درجات 5 درجات. كل ما تطلع بنفس القلم درجات أكتر كل ما ده هيكون أحسن بكتير. يعني إيدك هي اللي بتتحكم في الدرجة والقلم، مش العكس. فعدوا معايا. استنوا كده أهو. ادي اخف درجة ممكن اطلعها. ثواني هشوف باينة في الكاميرا. ايوه باينة. طيب هتقل شوية، هتقل اكتر. ادي كده 3 درجات. هنعرف نوصل لكام درجة؟ ادي كده 4، كده 5، كده 6، كده 7. ما اعتقدش فيها اتقل من كده خلاص. فادي 1 2 3 4 5 6 7. فشايفين 7 درجات، يعني كان نفسي اعمل التامنة هنا بس خلاص يعني مش هتيجي. او استنوا كده. لا تمشي على فكرة، لأن دي أتقل من دي. كده 8 بس كده. ف8 درجات من قلم واحد، من قلم 2B. أغلب اللي بيعملوا التمرين ده بيعملوه بقلم تقيل زي ال 6B أو ال 8B عشان يعرف يطلع درجات خفيفة كتير. لكن أنا عملته بقلم 2B. فلما بقلم 2B يا عمي أنا واحد فقير ومعيش أجيب غير قلم واحد، قلم واحد بس أهو. عادي هتعمل بيه 8 درجات وترسم بيه رسمة كاملة أو لوحة كاملة بدرجاتها، بأماكن الضوء النور والظل والحاجات دي كلها بقلم. فتمرين زي ده مهم جدا 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 جدا. فلازم برضو تعود ايدك عليه كتير. طيب كده احنا خلصنا أول حاجة، أو أول حاجة وتاني حاجة وتالت حاجة. رابع حاجة هي ايه يا ترى؟ هي ازاي تقيم نفسك. أنا دلوقتي هعمل خط بإيدي. تمام. أهو عملت خط بإيدي. طيب هقف على القلم على الخط بأوله وآخره، وهعمل دايرة كده. تمام. همسك بقى المسطرة وهقف على الدايرتين اللي أنا عملتهم دول، اللي هو أول الخط وآخره، وبقلم رفيع أهو، مفيش أرفع من كده أعتقد. هعمل كده. عملت خط. الخط اللي أنا عملته هل في فرق بينه وبين خط المسطرة؟ لا مفيش. مفيش. دي معناها إن إيه؟ معناها إن إيدي بتطلع خطوط مظبوطة. ليه؟ بسبب إن أنا كنت بعمل التمارين دي كتير. طيب أنت دلوقتي ماسك قلم أهو وبتعمل خط أهو لأول مرة وعملت كده، إيدك غلطت عملت كده يا عم أهو. بص طيب، هنحط أهو دايرة على أول الخط وعلى آخره أو نقطة، والنقط دي هتقف عليها بالمسطرة وتوصل. أهو وصلت. أهو وصلت. أوبا شايفين بقى هنا؟ كل دي كده غلط، وكل دي غلط، كل دي غلط،
في حتة هنا صح. طيب أنت تقيّم نَفْسك إزاي؟ هتقيس طول الخط بالمسطرة، يعني أهو الخط أهو، أهو 6 سنتي. طيب 6 سنتي أنا عندي كلّهم مضبوطين، نفترض إن كان عندي مثلًا الحتّة دي غلط، يعني نفترض كان هنا في مسافة ما بين الخط بتاعي وما بين خط المسطرة، خلاص يبقى أنا كده عندي سنتي غلط وعندي 5 سنتي صح، نسبة كويسة. عندي مثلًا الخط 10 سنتي، عندي 2 سنتي غلط و8 سنتي صح، طيب نسبة كويسة جدًا. إنّما هنا 5 سنتي كلّهم غلط، بسم الله ما شاء الله. دول كام؟ 4 سنتي منهم 2 غلط أو يعني أكتر من 1.5 غلط والباقي صح، فدي برضه يعتبر النُص بالنُص، برضه غلط تمامًا. فدي الطريقة اللي هتقيّم بيها نَفْسك كخطوط، عشان الخطوط والدواير هُم من أهم الحاجات اللي لازم تعملهم بإيدك من غير أدوات، يعني من غير مثلًا الخط تعمله من غير مسطرة والدايرة تعملها من غير برجل، تمام؟ بالنسبة للدواير فهتعمل إيه؟ هتعمل كده، شايفين أنا عملت إيه هنا؟ الخطين اللي جنب بعض دول ينفعوا لكل الأشكال مش للدواير بس، ده مناسب أكتر للدواير بس، تمام؟ هنعمل إيه فيهم؟ هنا هنعمل دايرة على مرة واحدة مش مرتين أو 3، يعني مش هافضل بقى إيه أعمل كده، لأ، دايرة على مرة واحدة عشان تقيس أنت إيدك يعني مستواها إيه عامةً. فكون إن أنت تطلّع دواير بأحجام متساوية ما بين الخطين دول من غير ما تطلع برّه، فأنت كده بتوصل لمرحلة الجمدان شوية. برضه هارجع وأقول أي حاجة أنا وصلت لها حاليًا بفضل إن أنا باشغّل إيدي كل شوية، ما تخلّيش إيدك تُقف أيًا كان، يعني أصلًا أنت الرسم بتهرب بيه من أي حاجة مضايقاك يعني، فإحنا حاليًا كلّنا متضايقين يا جماعة كل يوم، فلازم إنك كل ما تتضايق تمشّي إيدك في الرسم، ده هيساعدني ويساعدك أكتر، يعني هيساعدني أوصّلك فنان في 3 شهور أو 4 شهور، وهيساعدك تبقى فنان في 3، 4 شهور. طيب هنا ده هنعمل دايرة صغيرة ودايرة أكبر ودايرة أكبر برضه على مرّة واحدة، ودايرة فالخطوط بتطلع الدواير بتطلع مضبوطة بنسبة مثلًا 80%، مش مطلوب الدايرة بالذات مش مطلوب منّك يعني تطلّعها مسطرة بإيدك يعني، مش تطلّعها دايرة أكنّها بالبرجل، لإنّك يعني الدوائر الكبيرة فيما بعد أنت هترسمها على مراحل، يعني هتعمل كده فاهم؟ وفي نفس الوقت مثلًا لقيت حتّة مش مضبوطة، فهتمسحها وتعدّلها لحد ما تيجي مثلًا تتقِّل كده أهو، هتطلع مثلًا مضبوطة فاهم؟ لكن التمرين ده بس أنت بتقيس إيدك من غير حاجة بترسم الدواير إزاي، عشان تعرف المشكلة فين وتحلّها. لقيت الموضوع بييجي معاك كده، إن أنت الدايرة بتيجي مش مضبوطة أصلًا أو بتطلع مُعاقة، فساعتها أنت هتبدأ تشوف حلول مثلًا، ترسم دواير خفيفة بالبرجل وتمشي عليها، تمام؟ المشاكل دي كلّها يعني لو قابلتكم فأنا يعني في جروبات معمولة برضه بنفس الاسم كتالوج الفن، هاحط اللينكات بتاعتها في الdescription بتاع الفيديو. الجروبات دي المفروض إن أي حد عنده مشكلة زي دي بيبعتها وأنا باحلها له، فاهمين؟ لإن أنا مش هاقدر أتوقع إيه المشاكل اللي بتقابلكم في كل اللي أنا قُلته ده. فأنا مثلًا شُفتوا الفيديو ده، ففي مشكلة زي دي قابلتكم، إنكم بتيجوا ترسموا الدواير بالتمرين ده بتطلع مُعقّد، طب أنا أعمل إيه؟ هترسم دواير خفيفة بالبرجل وهتمشي عليها بالقلم، واحدة، واحدة هتلاقي إيدك بتاخد. وهكذا بقى في الخطوط، في أي تمرين تاني، في أي حاجة تانية عامةً، في التدريج بالقلم، أي مشكلة هتقابلك هتبعت المشكلة بتاعتك والحل إن شاء الله هيكون عندي. كده إحنا أخدنا إيه، درجات الرصاص واتعرّفنا عليها وهي اتعرّفت كمان علينا وحبيناها جدًا. التمارين برضه عرفنا التمارين اللي هنعملها باستمرار يعني بشكل شبه يومي، عرفنا إزاي ندرّج بقلم واحد أحسن من تدريجة الحلاقين. عرفنا إزاي نعمل الدواير بشكل أو نختبر إحنا بنعمل الدواير بشكل مضبوط والّا لأ، ونقيّم نفسنا في الخطوط عشان زي ما قُلت لكم الدواير والخطوط من أهم الحاجات اللي تعملهم من غير مسطرة وبرجل، مش كل شوية هاقولها. كده أنت هتعرف تقيّم نفسك في الدواير وهتعرف تقيّم نفسك في الخطوط. ودي باختصار كانت محاضرة النهارده، ما تحسّش الموضوع خفيف خالص، هو خفيف من حيث الكمية ومن حيث الحاجات، لكن فعليًا أنت الحاجات دي هتقعد تكررها كتير، فالموضوع تقيل على فكرة. يعني لو أنا بادّي لك حاجة هتشوفها
وتطبّقها وخلاص على كده هاقول لك تمام، لكن الحاجات دي أنت هتشوفها وتطبّقها وتكررها لحد ما تنزل المحاضرة اللي بعدها، أدي 1، 2 ده برضه لازم تعمله على فكرة، لازم تجرّب الأدوات اللي أنت جبتها على الورقة، مش هاستناك تجيب الأدوات، انزل حالًا يعني المحاضرة هتنزل الخميس، انزل الخميس هات الأدوات، تمام؟ والأسعار دي اللي أنا قُلتها دي أسعار صح 100% يعني دي أسعار حالًا، مش هاقول لكم السنة اللي فاتت ولا شهور، لأ دي أسعار دلوقتي، تمام؟ برضه مشكلة إن الأسعار مثلًا مش متوفرة زي كده عندكم، فبرضه ممكن تتواصلوا معايا نشوف حل للموضوع ده، حتى لو هاجيب الأدوات دي أنا مثلًا من عندي وهاشيلها لكم، فأدي تمرين، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5، هتقعدوا تكرروهم كتير. دي كانت محاضرة النهاردة والمحاضرة الأولى. ما تستعجلوش، دي مجرد البداية. متنسوش اللايك والاشتراك ثم الاشتراك ثم الاشتراك ثم تفعيل الجرس ثم تفعيل الجرس ثم تفعيل الجرس. ليه بقى؟ ليه؟ عشان تشوفوا المحاضرات الجاية. يعني أنا دلوقتي نزلت محاضرة، انتوا هتعرفوا منين؟ لما تفعلوا زرار الجرس عشان الإشعار يوصل لكم وتلاقوا إن قناة كتالوج الفن نزلت المحاضرة التانية فتدخلوا تشوفوها، أو المحاضرة الأولى أو التالتة. فما تنسوش تعملوا ده وتدعموني زي ما باحاول إن أنا أدعمكم بجد بمجهودي وبكل طاقتي وبكل اللي أعرفه عن الفن والرسم عامةً، أي حاجة أنا وصلت لها هاوصّلكم ليها إن شاء الله. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.